كان كل ما حد يسأله انت ناوي تعمل ايه في حياتك يبتسم ويغير الموضوع. مش لأنه شخص مش طموح، بس لأنه فعلا ما كانش عارف الإجابة. كان دايما حاسس انه متأخر خطوة أو يمكن خطوات. صحابه بدأوا يستقروا، واحد اتجوز، واحد سافر، وواحد بقى ناجح في شغله، واحد فتح مشروعه والتاني بقى معروف في مجاله. وهو كل شوية يبدأ خطوة ويسيبها. مرة يدخل في مجال جديد بحماس جدا، يفتح اللابتوب ويتفرج على فيديوهات، يقرأ مقالات ويكتب خطوات طويلة على ورق. بس في البداية كان بيحس بطاقة غريبة جدا، كأن الحياة أخيرا بدأت تتحرك وهو لقى طريقه. وبعد كام أسبوع يجي نفس الإحساس اللي بيتكرر كل مرة، تقل جواه وحماس يختفي والطريق نفسه بيختفي فجأة. يقفل اللابتوب ويبص للسقف شوية ويفكر نفس الفكرة، هو أنا مالي؟ ليه الناس عارفة طريقها وأنا لأ؟ بقى بيقارن نفسه بالناس طول الوقت، كل صورة ناجحة يشوفها كأنها بتزود إحساس صغير جواه إنه واقف لسه في مكانه. وبدأ يشك في نفسه، يمكن أنا مشتت، يمكن أنا كسول، يمكن أنا ببساطة ما عنديش حاجة مميزة. وفي ليلة عادية جدا من اللي ما فيهاش أي حاجة مميزة، كان قاعد لوحده في أوضته، الموبايل في إيده ومفيش حاجة يعملها. فتح صورة قديمة، صورة مع أصحابه في المدرسة، صورة من أيام صور الرحلات، صور كتير عدت قصاده وضحك كتير وهزار. وفجأة لقى صورته زمان وهو صغير. الصورة دي كانت صورته وهو ماسك كاميرا لعبة في إيديه، مبتسم ابتسامة واسعة جدا ومبسوط بيها، مبسوط من الانبساط اللي ما بقاش يتعمل دلوقتي بسهولة. فضل يبص للصورة وبدأ يحس بإحساس غريب، إحساس كأنه بيرجع للحظة قديمة. افتكر كان قد إيه بيحب يصور، كان يصور كل حاجة، أصحابه والشارع حتى القطط اللي في الحارة عنده، كان ساعات يقعد يجرب يطلع منها صور مختلفة. وما كانش حد يقول له يعمل كده، ولا كان في سبب واضح هو كان بيعمل كده ليه، بس كان بيبقى مبسوط وهو بيعملها. وطلع السؤال جواه، أنا إمتى بعدت عن الحاجات اللي كانت بتفرحني بالشكل ده؟ حاول يفتكر، يمكن لما الناس بدأت تسأل التصوير ده هيأكلك عيش يا ابني، ولا لما حد قاله خليك في حاجة ليها مستقبل، أو يمكن لما بدأ يقارن نفسه بطرق الناس التانية. وواحدة واحدة بدأ يمشي في طرق مش شبهه، طرق شكلها صح بس إحساسها جواه غلط. في اللحظة دي فهم حاجة، إنه طول الوقت كان بيدور على هدف كبير يظهر قدامه فجأة، حاجة واضحة مكتوب عليها إن ده طريقك، وهنا يمكن هو ده الغلط اللي وقع فيه. بس الحقيقة نادرا الحياة لما بتعمل معانا كده، مش دايما بتيجي كل الإجابة بشكل واضح قصادنا، أحيانا بتيجي على شكل إحساس صغير، حاجة بسيطة تخليك تنسى الوقت وانت بتعملها، حاجة ما تحتاجش حد يشجعك عليها لأنك أصلا عايز تعملها. قفل الموبايل وقعد شوية ساكت، مفيش خطة كبيرة حصلت ومفيش قرار درامي هو عمله، بس كان في فكرة صغيرة بتتكون جواه، إنه مش تايه، لأ، يمكن هو بس كان ماشي في طريق مش بتاعه. من يومها قرر حاجة مختلفة، مش لازم يعرف طريق عمره كله، يكفيه يعرف الخطوة اللي حاسسها دلوقتي. بدأ يمشي ببطء، خطوة صغيرة وبعدها خطوة صغيرة، بس الأول مرة من زمان كان حاسس إنه ماشي ناحية نفسه. الخلاصة يا صديقي، لو انت حاسس انك تايه، ده مش معناه ان انت شخص ضايع ومش عارف طريقه، لكن انت ممكن تكون بتحاول دايما تسمع صوت الناس قبل ما تسمع صوتك. سلام.